أبو بكر صاحب أعلى همة في الأمة بعد نبيها، وصاحب أصدق إيمان في الأمة بعد نبيها، الذي قال في حقه ابن القيم، انتبه معي، قال: هذا هو أبو بكر الصديق الذي عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإيثار، فألقى له الصديق حب الحب على روض الرضا، واستلقى الصديق على فراش الفقر آمنا مطمئنا، فرفع الطائر الحب إلى حوصلة المضاعفة وتركه هنالك، ثم على الطائر على أفنان شجرة الصدق ليغرد للصديق بأغلى وأعلى فنون المدح، وهو يتلو في حقه قول ربه: وسيجنبها الأتقى. هذا هو أبو بكر الصديق الذي عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإيثار، فألقى له الصديق حب الحب على روض الرضا، واستلقى على فراش الفقر آمنا مطمئنا، فرفع الطائر الحبة إلى حوصلة المضاعفة وتركه هنالك، ثم على الطائر على أفنان أي أغصان شجرة الصدق ليغرد للصديق بأغلى وأعلى فنون المدح، وهو يتلو في حقه قول ربه: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى.